سلام الله عليكم متابعي كيفاش بلان تيفي. عدت إليكم من جديد مع آخر الأخبار الوطنية والعالمية، وجاء في أبرزها: الأولمبي المغربي يسقط أمام المنتخب الأوكراني في اختبار مبكر لأولمبياد باريس، وانتصار أسود الأطلس على منتخب أنغولا يمنح وليد الركراكي رقما مميزا رفقة المنتخب الوطني. أمر استثنائي يسهل طريق إبراهيم دياز للمشاركة مع المنتخب المغربي في الأولمبياد المقبلة، وسفيان أمرابط على رادار عملاق إيطاليا إي سي ميلان، ورونالد أراوخو يرد على أنباء رحيله عن برشلونة. فشل طارق السكيتيوي مدرب المنتخب الأولمبي المغربي في أول اختبار له على رأس العارضة الفنية، وخسر المنتخب الأولمبي المغربي أمام نظيره الأوكراني بهدف نظيف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما في تركيا. وسجل اللاعب أوتشيركو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 19 من عمر المباراة، ولم تتغير نتيجة المباراة رغم ضغط المغرب الذي أهدر سيلا من الفرص السهلة، عاد أغلبها عبد الصمد الزلزولي الذي عزز تشكيل الأولمبيين في هذه المواجهة. وتمثل النتيجة انتصارا معنويا مهما لمنتخب أوكرانيا، حيث يتواجهان في أولمبياد باريس الصيف المقبل، إذ يتواجد المنتخبان في نفس المجموعة مع الأرجنتين. وينتظر منتخب المغرب خوض ودية أخرى أمام ويلز الثلاثاء المقبل في سياق التحضير للألعاب الأولمبية. وفي سياق مغاير، مكن الانتصار الشاق للمنتخب المغربي أمام أنغولا على ملعب أكادير الكبير وليد الركراكي مدرب الأسود من رقم مميز، وفاز المنتخب المغربي على أنغولا بهدف نظيف في المباراة الودية التي جمعتهما في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة. وباتت مباراة المغرب وأنغولا أول مواجهة ودية يكسبها الركراكي أمام منتخب إفريقي بالمغرب، بعدما خاض العام المنصرم ودية وحيدة انتهت بالتعادل السلبي أمام الرأس الأخضر. كما أن الانتصار حمل الرقم 6 من أصل 11 مباراة لوليد الركراكي أمام منتخبات القارة السمراء، مقابل هزيمتين أمام جنوب إفريقيا وثلاث تعادلات أمام الرأس الأخضر وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية. وتعد أكادير تميمة حظ لوليد الركراكي بعدما انتصر على ملعبها أيضا في أول مباراة رسمية له بالمغرب أمام منتخب إفريقي، وكانت في تصفيات الكان بثلاثية نظيفة أمام ليبيريا. ويستعد منتخب المغرب لاستكمال مشواره في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث يتواجد في المجموعة الخامسة رفقة زامبيا، النيجر، تنزانيا والكونغو الديمقراطية. فيما كشف إبراهيم دياز نجم ريال مدريد أنه سيحاول أن يشارك في كل ما يمكنه المشاركة فيه قبل خوض المنتخب المغربي أولمبياد باريس، وذلك بعد أول مباراة خاضها بألوان أسود الأطلس يوم أمس. وقرر دياز صاحب 24 عاما والذي يحمل الجنسية الإسبانية تمثيل المنتخب المغربي بدلا من لاروخا بسبب تجاهله من قبل الاتحاد الإسباني والمنتخب. وتحدث اللاعب الذي خاض 87 دقيقة في المباراة الودية التي فاز فيها المنتخب المغربي على ضيفه أنغولا بهدف دون رد عن إمكانية مشاركته في أولمبياد باريس. وقال لصحيفة ماركا أنه سيحاول أن يشارك في كل ما يمكنه المشاركة فيه وكل ما يسمح له بالمشاركة فيه أيضا. وفي نهاية الأمر فهو لاعب لريال مدريد ويريد أن يقدم الأفضل للمنتخب والفريق، وأي شيء يمكنه تقديمه على أرض الملعب سيكون سعيدا بالقيام به. ويستعد المنتخب المغربي تحت 23 عاما للمشاركة في أولمبياد باريس بين 26 من يوليوز و11 من أغسطس، حيث يلعب في المجموعة الثانية إلى جانب الأرجنتين، أوكرانيا ومنتخب آسيوي يحدد في نهائيات كأس آسيا. ويسمح النظام الأولمبي لكل منتخب باستدعاء 3 لاعبين فوق سن 23 عاما إلى قائمته، ولا ينوي ريال مدريد الاستغناء عن لاعبيه من أجل الأولمبياد، لكن حالة دياز قد تكون مختلفة كونه لن يشارك في أي بطولة دولية، الأمر الذي قد يمنحه استثناء. قال وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي الأول:
أنه سيدعم مدرب المنتخب الأولمبي طارق السكتيوي في حال اختار دياز أو لاعبا آخر مثل أشرف حكيمي. الأمر أيضا يعتمد على النادي لأن المباريات لا تلعب في النافذة الدولية، لكن في حال أراده المدرب وسمح له الريال سنكون سعداء لرؤيته في الأولمبياد. وبدوره عبر فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن رغبته بمشاركة دياز في أولمبياد باريس، وقال لصحيفة ماركا أنه يريد أن يشارك معهم خلال الأولمبياد. وخاض دياز مباراته الأولى مع المنتخب المغربي الأول في مباراة عبر من بعدها عن سعادته لشعوره بالمحبة. وقال إبراهيم دياز لماركا أنه سعيد جدا وكان يوما مميزا بالنسبة له، فقد حصل على الكثير من الحب، فهو فخور لأنه شعر أيضا بشعور جيد على أرض الملعب، وكانت بداية جيدة، وأن زملائه بحثوا عنه كثيرا ولعبوا له تمريرات، وهو سعيد لأنه شعر بالمحبة. ونشر لاعب ميلان الإيطالي السابق صورة له بقميص المنتخب المغربي على إنستغرام، كتب فيها باللغتين العربية والإسبانية أنه سعيد بمباراته الأولى رفقة المنتخب الوطني، أحاسيسه رائعة في أول حضور له هنا، ويشكر جماهير أكادير على دعمهم ومساندتهم. وفي سياق آخر، عاد المغربي سفيان أمرابط لاعب مانشستر يونايتد المعار من فيورنتينا إلى قائمة اهتمامات أحد عمالقة إيطاليا الصيف المقبل بحسب تقارير صحفية إيطالية. ووفقا لصحيفة توتو سبورتس، فإن ميلان يريد التعاقد مع لاعب وسط يتمتع بخصائص دفاعية وبدنية، والاسم الأبرز هو المغربي سفيان أمرابط. وأشارت الصحيفة إلى أن أمرابط كان هدفا لميلان في وقت سابق، وكان من الممكن انضمامه للصيف الماضي قبل أن ينتهي به الأمر بالانتقال إلى مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة. وشارك أمرابط في 22 مباراة مع اليونايتد هذا الموسم، تضمن الظهور أساسيا في 13 مرة. وأوضحت الصحيفة أن التقارير البريطانية تؤكد بأن المغربي سيعود خلال الصيف المقبل إلى فيورنتينا الذي يرتبط معه بعقد حتى صيف 2025. وتوقعت الصحيفة الإيطالية أن يكون سعر بيع أمرابط في الصيف المقبل أقل من 20 مليون يورو. وفي آخر الأخبار، علق رونالد آراوخو مدافع برشلونة على أنباء رحيله عن البارسا في الصيف المقبل، وتحوم الشكوك حول إمكانية بقاء آراوخو مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي في ظل حاجة النادي لبيع اللاعبين من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي. وزعمت تقارير سابقة بأن برشلونة يفكر في عرض يقترب من 100 مليون يورو لآراوخو هذا الصيف في ظل رغبة أندية إنجليزية بالتعاقد مع اللاعب. وقال آراوخو في تصريحات أبرزتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أنه تحدث كثيرا عن هذا الموضوع وأنه سعيد في برشلونة. وأضاف مدافع البارسا أنه يجب أن ينهي الموسم بشكل جيد لأن هناك تحديات لا تزال قائمة، بما في ذلك كوبا أمريكا مع المنتخب الأوروغواياني. خير الكلام ما قل ودل. وإلى هنا متابعي الأعزاء تنتهي حلقتنا. نتمنى تخليوا لي تعليقاتكم، آراءكم وانتقاداتكم، وما تنسوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. أراكم في فيديو جديد، دمتم سالمين.